ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. انا عارفه ان انا مقصره معاكم بقى من بقالي يومين كده مش بنزل فيديوهات. بس والله سيد تعبان شويه. ادعوا له كلكم في الكومنتات كده، وانتوا طبعا شفتوا المنشور اللي كنت منزلاه. ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. نبدأ كده الفيديو ونصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كنت مطنشه بقى الدولاب. آه كنت بلم الغسيل. انتوا كنتوا شايفين انا الاول تعبت، خدت الذره المتينه وبعدين طبقت الغسيل اللي كان في اوضه النوم وكده، ورصيت اللي في اوضه النوم رصيته، اما اللي في الاطفال مش رصيته، سبته في السبت زي ما هو، علشان خاطر انا اصلا كده كده كنت عايزه يعني ايه اظبط الدولاب يعني وكده. بس عشان خاطر كان ايه طبعا السيد كان صيف، اما يزن كان لسه الدنيا بتقلب بالليل يعني ساقعه وكده. فكنت سايبه هدومه زي ما هي علشان خاطر لما يعني ننزل بالليل وكده البسه بكم. كنت بلبسه حاجات خفيفه بس كانت بكم، بتبقى خريفي كده. المهم بقى طبعا الهدوم كانت كلها بتاعت السيد، فكنت بشوف بقى ايه الحاجه اللي تكون صغرت عليه وكده كنت بحطها ليزن. بس دلوقتي بقى ايه كنت بسرد الهدوم اللي بنص كم كنت بسيبه تحت، اما اللي هو الهدوم اللي مش هيلبسوها خلاص شتوي كنت بحطها فوق كده يعني بعيد عن ايدي مش هطوله، عشان مش هجيب منه كل يوم وكده، فده مش هطوله فحطيته فوق. وكنت بعدل بقى كده الايه الرف ده، والحاجه اللي لاقيها مش ليها لازمه وعدى الشتا كله مش لبسوه بخلص بطلعها يعني. ولقيت كذا حاجه متقطعه بتاع مش ليها لازمه ومش بلبسها لهم، يعني حطاها مش بلبسها لهم، فطلعتها كده نمسح بها حاجه في المطبخ، نمسح بها تراب، نمسح بها حاجه، وبعد كده بتاخد وقتها وبتترمي. زي البوكسرات دي كده هي كانت بتاعه السيد، من ايام ما السيد كان قد يزن، واللي من نوع القماشه بتاعتها بتفرد والاستك بتاعها ماسك، فبقت خلاص بقى ايه بتيجي من عند الاستك كده وبتتقطع. خيطتيها برضو نفس النظام بتتقطع، فقلت خلاص بقى اطلعهم نمسح بيهم حاجه كده. والرف دوت عملته بقى اليزن، الحاجات طبعا اللي انا عارفه ان هي صغرت على السيد وكان بيلبسها وهو في سن يزن كده. نزلتها حطيتها هي اليزن، وعشان ابقى عارفه هدوم يزن من هدوم السيد وكده. هنا رصيتهم وتحت كده برضه هخلي الرف اللي تحت دوت للصيفي بتاع السيد، ونحط بقى ايه تحت خالص شتوي وفوق شتوي بتاعهم هما الاتنين يعني، ونخلي الرفين اللي في النص دول للصيف يبقى ايه قريب من ايدينا، ولا نوطي جامد ولا اللي هو، لان الرف اللي فوق دوت عشان اجيب منه حاجه لازم اطلع على كرسي واجيبه. اختكم قصيره بقى ونعمل ايه يعني، الطول هيبه فعلا، الطول هيبه. مش عارفه اشمعنى انا اللي طلعت قصيره في اخواتي الاتنين طوال والله. بس مش مهم، كفايه ان انا زي ماما يعني، ست الحبايب. المهم كده بقى كنت قاعده بظبط الهدوم اللي لاقيها شتوي وكده، كنت بنزلها في الرف اللي تحت دوت بعمل ايه كده. ايوه دوت فيه هدوم صيفي، دي الهدوم الصيفي. بشوف بقى ايه بسرد الهدوم كده اللي ملهاش لازمه بطلعها، واللي هي بتاعت يزن بحطها في الرف اللي انا عاملاه اليزن والعكس يعني. صلوا على النبي كتير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا بقى اللي احنا بنعمله النهارده بيتشال من عنا بكره بقى. طبعا العيد داخل علينا، بس احنا طبعا عاملين تنظيفه عميقه في العيد الصغير، مش هنعمل كده خالص خالص ولا هنهلك نفسنا خالص، الجو حر ومش ناقص هلكة ابدا. ممكن مثلا ايه عامه اوضه الاطفال ممكن اغير هغسل الستاره بتاعتها، اما اوضه الركنه واوضه النوم نو نو نو.
اما ممكن الصالة اشيل اللي هي الخلفيات بتاعتها البيضة بس، دي برضو عايز يعني هشيلها تتغسل. اما ولا هنعمل من تحت سراير ولا الكلام ده ابدا. خدي زمان العبايات دي كانت بتاعت السيد، صغرت عليه طبعا، هنلبسها ليزونة بقى. جيل بيلبس جيل يا جماعة، اجيال بتلبس اجيال. والسيد برضو كان بيلبس من الاجيال اللي قبله، بس مش عندنا بقى، كان عند ايه يعني عيال خالتي. فطبعا ايه الصغير ده بيبقى هدومه كتير. اكبر واحد ده يعني اللي بيبقى مظلوم، مش بيلاقي حد ياخد منه زي كده. انا كنت الكبيرة وكنت بدي خلود اختي، وبعد كده هما يدوا بقى اللي بعد كده كده، انتوا فاهمين بقى. ربنا يخلي يا رب الاهل الكويسين اللي مش بيستخسروا حاجة في حد في بعضيهم يعني، ولا بيستكتروا حاجة على بعضيهم، وبيحبوا بعض وكده يعني. في ناس ممكن تدي الغريب وما ترضاش تدي الاهل، وممكن تستكترها اصلا الحاجة بيستكتروها على يعني اللي هو انهم يخزنوا في الحاجة كده عشان مش يدوها لحد اصلا. كده بقى بسرد الهدوم اللي عايز تترص هنا برصها كده، كل حاجة ارصها كده مكانها، وابقى عارفة ايه. كده كده انا اللي بطلع الهدوم يعني، فعشان انا ابقى عارفة فين الاماكن ديت فين وكده. وبعدين برضو حطيت هدوم انا مش واثقة قوي ان هي بتدخل في بتلبس السيد، بس ايه حطيتها له في الرف بتاعه، وكده كده برضو هتبقى كبيرة على يزن. فقلت ايه ابقى شايفة مثلا الحاجة اللي اطلعها له واعرف ان هي صغيرة عليه شوية، اعينها بقى بعيد عن الدولاب خالص، عشان بصراحة الدولاب مكركب يعني كتير، هدومه كتير. هتشوفوا دلوقتي رصيته ازاي اهو كده، رصيته بقى وخليته 100 100. قلت بقى مش هطول عليكم. هنا هدوم يزن، ودي هدوم السيد الصيفي، وهنا هدومهم الشتوي فوق وتحت. وهنا بقى دخلت اعمل اكل. كان احمد جايب لي كبد وقوانص، ورحت عاملاها كده، كنت غسلتها وظبطت الدنيا. بحط معلقه سمنه واحط عليها القوانص تتشوح بحبه فلفل اسود، وبعدين ايه اقطع عليها بصلايه وقرن فلفل، واحس ان هي خلاص اوطي عليها بقى تاخد من يعني تاخد نص سوا كده، اروح مقطعه الكبده وحطها عليها هي كمان، ونظبط لها بقى الملح والفلفل الاسود وممكن مكعب ماجي، وخلاص على كده. وقلنا بطاطس وعملنا سلطه، والحمد لله. هو اصلا الصيف بيحب الاكل الخفيف اللي زي كده. حتى انا بسجل لكم الفيديو تاني يوم كان باقي منها، جبنا بقى برجر، وبرضو قلنا جنبه بطاطس وقطعنا خيار وفلفل كده، والدنيا بتمشي يعني. اللي اصلا الصيف ما الواحد ما بيحبش، مش بيبقى قادر ياكل، الجو بيبقى حر قوي، الواحد مش بيبقى اصلا عنده طاقة ياكل. انا عشان خاطر اعرف اعمل اي حاجة لازم بالليل زي كده يعني، دوت روتين بالليل. خدوا مني كده طول الصيف شغل البيت كله بعمله بالليل، لان الصبح بقى مبقاش عندي اي طاقة اصلا للعيال ولا للبيت، ببقى عاملة زي الفسيخة الميتة. حتى كوباية القهوة ما بشربهاش غير بعد العصر، في الوقت ده كله ببقى نايمة. يا اما العيال صحي وكده بطلع في الصالة اشغل لهم الشاشة، وبرضه مصدرة على نفس المروحة، ببقى بقى طبعا مظبطة الدنيا من بالليل وكده. الحمد لله يعني، ربنا يعدي الصيف ده على خير بجد. انا في الصيف دوت انا بنهار، بالذات ان انا قاعدة في الدور الخامس مش فوقي حاجة خالص، ما ادركم من الولعة اللي انا ببقى فيها. فشلت كده خلصت بقى الدولاب، قلت برضو غير الملايات، لان زي ما انتوا شايفين يعني السيد تعبان وكده. فاول ما صحيت من النوم كان الشمس حامية قوي، برضو فتحت الشباك بتاع الأوضة دي وسبتها بقى وطلعت، وجيت بقى في الطراوة كده بقيت روقتها يعني. قلت بقى ايه اغير الملايات بتاعتها.
طلعنا بقى الايه الملاية دي. الالوان دي مبهجة قوي يا جماعة، بحب الالوان دي قوي، بحب اللون الاصفر، اللون اللبني، البنفسجي، بحب الالوان دي قوي. المهم بقى ايه، فرشنا كده الملاية. على فكرة يا جماعة لازم تفتحوا بيوتكم في الصيف دي بالذات، لان العرق بقى يا لهوي، الله يكون في عون الناس اللي بصراحة يعني في الصيف ده، يا لهوي يا لهوي، الصيف ده صعب صعب. اكيد رحت اشوف حد من العيال اكيد، مع ان والله ابوهم كان قاعد في الصالة، بس ايه، لا ازاي يعني سيبوني كده اخد راحتي واشوف اللي ورايا بسرعة، نو. ربنا يهديهم يا رب ويشفي السيد يا رب. يا جماعة انا كنت قايله لكم المرة اللي فاتت ان هو من البطيخ، طلع مش من البطيخ خالص، بس هو فعلا يعني كان مصدر برضو للبطيخ، ان هو كان عنده فيروس، الفيروس ده منتشر في الجو، كان واجا كل بطيخ، هو مع الحساسية مع كان الفيروس مش كان يعني مش كان باين قوي، هو كان حرارة في وشه، فانا قلت من الجو، لان هو اصلا السيد جسمه حساس وبيبان في الصيف جسمه بقى بتملي حرارة وحبوب وكده. ف يوم الجمعة لقيته سخن جامد وصحي من النوم، عينيه دي مقفولة قوي ومش قادر يفتحها ورمة، وزي ما انتوا شفتوا في الصورة كده. فرحت مصوراه وبعتها للدكتور اللي هو اللي احنا متابعين معاه يعني. قال لنا ان لازم يجيله، ديت شكلها مش حساسية ولازم يجي. فطبعا ساعات ببقى انا مثلا ايه ابعتله على الواتس كده وبتاع، بيديني العلاج المناسب ليه وخلاص. خف بقى من العلاج وكده خلاص، ما طول زي المرة دي مثلا. حسيت ان تاني يوم لما خد العلاج لا، مفعوله مش مأثر عليه، ده بالعكس هو خد العلاج ووشه اتبهدل اكتر. رحت بعتله على الواتس، قال لي لا لازم تجيلي بكره، هو كان طبعا يوم الجمعة ما كانش فاتح، فقال لي بكره تجيبيه وتجيلي. فوديته، طلع ان هو دوت فيروس اصلا في الجو ومنتشر جدا، بالذات للاطفال، ومش يعني ايه، ومعدي بين الاطفال وبعضها، يعني لو حتى عنده مثلا مش بيرضوا يدخلوه الحضانة، مش بيرضوا يودوه الدرس الكلام ده، بس ما بيقعدش كتير. بس الحمد لله يا رب، الحمد لله، من يوم الجمعة لحد النهاردة لا، في فرق، يعني في فرق جامد. هو قالك يعني بعد 15 يوم خلاص كده ما بيبقاش ليه اثر يعني وكده، وخلاص ما بيبقاش في حاجة. وطبعا عشان خاطر كان هو يعني ايه، بيقول لي عشان خاطر طبعا معاه طفل صغير تاني يزن وكده، ما يعديش اخوه كده. بس الحمد لله هما الاتنين موجودين مع بعض، مش هقدر ابعد الاتنين عن بعض. وبعدين عشان خاطر انا لازم انا اللي يبقى معاهم هما الاتنين، من ناحية عشان يزن لسه طفل صغير يعني رضيع وكده، مينفعش اسيبه، وطبعا ابني برضو تعبان مش هينفع اسيبه. فربنا يسترها وادعولي كده ربنا يشفهولي يا رب، وما اشوفش فيهم حاجة وحشة ابدا. المهم كده خلصت الأوضة وكنسناها كده، ونجيب بقى ايه الشرشوبة كده، ونحط حبة اريال كده بكلور، ونعقم الأوضة كده، ونخلي ايه الدنيا زي الفل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسوش اللايكات بقى، لو وصلتوا لحد الدقيقة ال14 و25 ثانية، حطوا لي قلوب كتير، قلوب حمرا كده وقلوب زرقاء وقلوب بيضة زي قلوبكم، وكومنتات كتير كده، وربنا يخليكم ليا ويخدمكم في حياتي يا رب. انا حاسه ان انتم يعني انا كل فيديو بقول لكم حطوا لي لايكات كتير، ولا اكني بقول لكم حاجه. ايه يا جماعه انتوا عايزين تزعلوني منكم ليه كده؟ كده بقى مسحت الارض وفرش، جبت بقى الحافظه دي كنت غسلاها نظيفه، قلت بقى ايه افرشها هنا واشيل اللي كانت هنا اغسلها.
نغير كده بين الحاجات، لان طبعا انتوا عارفين الصيف من ناحية حاجته خفيفة، بس يعني حاجته بتتبهدل بسرعة. ودخلت برضو الترابيزة كده، مسحتها ودخلتها، بقت الأوضة زي الفل اهي، فل شمعة منورة. يلا باي باي بقى، باي.